السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن ممدوح من قناة زيرو، والنهاردة هنستعرض أهم النصائح لمبتدئين لعبة Red Dead Redemption 2. طبعا بعد الجزء الأول اللي لقى إقبال شديد جدا تقدر ترجع تشوفه من فوق لو أنت لسه مشفتوش. وبس كده بلاش أطول عليكم، يلا نخش في الموضوع على طول، فيلا بينا. طيب مبدئيا كده هنبدأ بحاجة خفيفة وبيزك جدا، وهي أماكن الحاجات في الشنطة. انت لما تبقى راكب على الحصان بتاعك او حتى تقرب من الحصان بتاعك وتفتح الشنطة بتاعتك هتلاقيه ادالك اكسس لكل حاجة. عندك أول صفحة تظهر لك هي الأسلحة كلها بتاعتك ومعداتك، ولو اتكيت حرف الآر هينقلك للصفحة اللي بعديها اللي هي الأكل والشرب بتاعك، وعشان تملى الاستامينا والهيلث بتاعك، والمنظار حتى في الجنب اهو. ولو اتكيت آر هينقلك للصفحة التالتة وهي أكل الحصان وكل ما يتعلق بالحصان، وعندك حتى حاجات تانية تحت هنشرحهم دلوقتي. فأنت عندك أولا في أول صفحة عندك الأسلحة بتاعتك، وعندك فوق كده هتلاقي المسدسات بتاعتك موجودة. ولو انت عندك مسدسين زي ما انا عندي كده هتلاقي في خيار الدبل بتاع مسدسين اللي هو يخليك تضرب بالسحاب في نفس الوقت، زي بعض كده في نفس الوقت زي ما انت شايف كده. طيب، وعندك بعد كده تحت هنا كده هتلاقي كل انواع الرايفلز بتاعتك، عندك الشوت جان، عندك القناصه، عندك اي حاجه تانية ممكن تلاقيها او حتى المديه بتاعتك. وعندك تحت السكاكين، وعندك تحت الديناميت لو انت شاري ديناميت او شاري مولوتوف او اي حاجه، وهنقول ازاي قدام ازاي تشتري الديناميت والسكاكين اللي بتترمي على الناس. وعندك طبعا الحبل بتاعك اللي هتستخدمه في حاجات كتير جدا طول اللعب، وبرده دي خانه تانية للرايفلز بتاعتك. وعندك هنا السكينه بتاعتك والمصباح لو انت دخلت في مكان ضلمه. وعندك هنا طبعا اليد اللي انت ممكن تراجعها من كده بس يخليك ايه، مش معاك اي حاجه. طيب، لو نقلت الصفحه اللي بعديها هتلاقي فيها الاكل بتاعك. عندك هنا الهيلث، دي الحاجات الخاصه بالهيلث، ودي الحاجات الخاصه بالاستامينا، ودي الحاجات اللي خاصه بالديد اي. وعندك هنا كل انواع الاكل اللي ممكن تقعد تملى بيها هيلك او هيلثك. طيب تحت هنا بقى هتلاقي الماسك اللي بتحطه على وشك عشان خاطر ما تخليش حد يعرف انت مين لو انت داخل تسرق اي حاجه. طيب، تحت عندك هنا بقى عندك الكامب بتاعك اللي انت بتستخدمه عشان خاطر تعمل فاست ترافل زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، او عندك ممكن بس تصحى او تنام او تعمل اي حاجه انت عاوزها. طيب، عندك برضو في الجنب هنا كده برضو دي حاجات بتستخدمها لطحن الحاجات معدات معينه عشان تعمل بيها زي ادويه او علاج كده معين. وعندك هنا طبعا السناره اللي ممكن تستخدمها في صيد الاسماك طبعا. وعندك هنا طبعا البيت او الطعم بتاع الحيوانات، ده هو الطعم بتاع الحيوانات. وعندك هنا طبعا السكوب او المنظار بتاعك. وعندك الكاميرا بتاعتك اللي فيه مهمه كنت بتخش تقتل بيها الجان ستينجر، او بتقتل فيها ناس معينه وتصورهم وتبعتها لواحد. وطبعا لو نقلت لتالت صفحة هتلاقي بقى عندك هنا كل متعلق بالحصان. وعندك هنا اللبس بتاعك اللي ممكن تلبسه لو انت داخل جريمة او اي حاجة تسرق او سرقة او سرقة بنك او اي حاجة بتلبسه. وعندك هنا الطاقية بتاعتك، لو عندك كذا طاقية ممكن تنقل بينهم وتختارهم اهو زي ما انت شايف. وعندك الفرشة اللي تنظف بيها الحصان. وعندك طبعا هنا كل الأكل أو كل الأدوية اللي تتعلق بالحصان. وأتمنى تكونوا فهمتوا كده الرصة بتاعة الأسلحة والرصة بتاعة الأدوية والعلاج والأكل والشرب والمنظار وكل حاجة أنت ممكن تحتاجها. هي حاجة خفيفة جدا ولكن صدقني في وسط المهمات تحتاج تعملها بسرعة أو تحتاج تطلعها مش تقعد تدور عليها كتير. فدي نقطة مهمة جدا حبيت إن أبدأ بيها عشان خاطر الناس ما تتوهش. I don't have it right now. ثانيا ايقاف الشاهد. زي ما قلنا في الجزء الاول اللعبه طبعا بتعتمد اعتماد كبير جدا على الشرف، بس اكيد وانت ماشي اكيد هتعمل حاجه مخالفه للقانون، سواء قتلت حد بريء او سرقت او اي حاجه زي كده يعني. بس طبعا قبل ما تبقى وونتد او مطلوب من الحكومه ممكن يبقى في شاهد الاول على الحادثه. فالحلو بقى ان ممكن توقف الشاهد ده او تهدده او تمنعه انه يبلغ عنك، او ممكن حتى انك تتخلص منه وتقتله. بس طبعا ده بشرط ان مفيش حد تاني يشوفك، والا هيبقى في شاهد تاني كمان على اللي انت عملته، ودي حاجة بديهية جدا يعني. فحتى لو مفيش شاهد تاني برضو انصحك انت مش تقتله، عشان ده هيقلل من الاونر بتاعك زي ما احنا قلنا، او معدل الشرف زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات. فخد بالك لو عملت اي جريمة وشافك شاهد ويتنس، هيظهر لك فوق كلمة ويتنس، فانت حاول تهدده بس. وكده كده الشاهد هيخاف منك وهيسيبك في حالك وهيجري. فانت حاول تهندل الموضوع ده معاه لما تواجهه. انت بس يا دوبك هتهدله بالسلاح وهتوقفه وتخليه يسكت وهيسيبك ويجري. Stop! Don't do this! Just shut up, damn it. All right, I won't say a thing. No one believed me anyway. Go on, and remember, not a word of this. How much do I have to bear? Leave me the hell alone!
ثالثا الباونتي او المكافآت، بخصوص بقى الجرايم وكده، لو عملت اي جريمه وبقيت وانتد وهربت بيتحط على راسك مكافأة او باونتي، فهيحاول دايما صياد الجوائز يقبضوا عليك، ولكن تقدر تروح بقى ايه البريد وتدفع قيمة المكافأة المحطوطة عليك دي وتبرأ نفسك من كل الجرايم. وافتكر دايما تدفع اول باول عشان مش تتراكم عليك وتدفع مبلغ كبير جدا مرة واحدة فتكسل وتمشي. وطبعا لو قعدت كتير تعمل جرايم ومش تدفع للعبة، يعني اللعبة حرفيا بتقلب جحيم، لانك هتلاقي الباونتي هانترز في كل حتة وفي كل مكان وعاوزين يقبضوا عليك وهيطحنوك وهيموتوك وهتلاقيهم عاملين لك كماين في كل حتة وهيفجروك بأبشع الطرق. فطب ليه ده كله بقى؟ فيستحسن طبعا تدفع مكافئتك اول باول في البريد، اي علامة بريد في اي خريطة او في اي مدينة، تروح وتدفع الباونتي بتاعتك اول باول. الله 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 الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ديننا لا نخشى إلا الله يا أولاد I know, but we need to do this right. رابعا الحيوانات الأسطورية واللي ترابر. بعد مهمتك مع هوزيه ورحلة اصطياد الدب اللي أبو ندب على وشه ده، هوزيه بيديك خريطة تشمل كل الحيوانات الأسطورية Legendary Animals في اللعبة. تقدر بالخريطة دي بقى تعرف أماكنهم وتصطادهم وطبعا تاخد جلدهم وتروح تبيعه للي ترابر، وده بيديك ايتمز كتير ويفتح لك لبس كتير مميز معمول من جلد الحيوانات اللي انت اصطادتها. وسبق وانا عملت فيديو عندي هنا في القناة كامل عن الموضوع ده وعن الليجندري انيمالز والترابر وازاي تبيعهوله وازاي تفتح اللبس ده كله. فلو انت حابب تجيب اللبس اللي ظاهر قدامك على الشاشة ده، هتلاقي لينك الفيديو ظاهر لك فوق، تك عليه وياريت تروح تشوفه، او ممكن تخلص الفيديو ده وتروح تشوفه على طول. طيب فانا بحب الصراحه ده، فنشكل بقى فكان معايا القرنين ومعايا ده، وفي برضو ليجندري اليجيتور او التمساح، يعني ده الفهد، دي بتاعت الفهد وده بتاعت التمساح او الاليجيتور. خامسا الأسلحة، لازم تهتم بتنظيف أسلحتك كل فترة والتانية، عشان كل ما تهمل في تنظيفهم ده بيقل من قوة وفاعلية السلاح في الضرب بتاعه. فبتنضفهم باستخدام بقى ايه الزيت اللي بتلاقيه منتشر في تقريبا في كل حتة في اللعبة، وما تشيلش همه، يعني انت لو فتشت اي حد او ده حتى ممكن تخش المتجر هتلاقي فيه زيت ده في كل حتة في اللعبة، يعني انت غالبا بيكون معاك اصلا. فأدوبك تفتح الشنطة وهتضغط على زرار البكرة بتاعت الماوس، تضغط عليه مش تلفها، تضغط على الزرار، يعني انت تقف على السلاح تفتح الشنطة بتاعتك، تقف على السلاح تتك على زرار البكرة، هتلاقيه بينظف السلاح زي ما انت شايف كده. وكمان عشان تستمتع اكتر ممكن تروح بقى لبائع الاسلحة وتخليه ينظف اسلحتك وتطورها في القوة والثبات والتنشيل وتديله كمان ستايل جميل وشكل فريد من نوعه كده زي ما انت شايف. وطبعا ظبطها انت وذوقك بقى وعيش يا معلم. Just remembered I put my pistol down as a bid in poker the other night. I can't recall who won that though. Damn. You want to make this really yours? Give it a personal engraving. سادسا الذهب والكنوز، وعشان بقى انت غالبا هتحتاج فلوس عشان تشبرق على نفسك في اللعبة دي، فاللعبة موزعة حبة كنوز والمظات حلوة في كل اماكن في اللعبة او في اماكن معينة منتشرة على مدار الخريطة. وعندك بقى فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن الموضوع ده في اليوتيوب. وانا عن نفسي سبق وعملت فيديو بيتكلم عن لغز بيديك 3 قطع ذهبية بقيمة 1500 دولار، وهتلاقي الفيديو ده ظهر لك فوق عندك فوق، يا ريت تروح تاخد بص عليه. وكمان هسيب تحت في الديسكريبشن لينكات لفيديوهات بتتكلم عن الكنوز دي وازاي تجيبها وازاي تدخل الاماكن بتاعتها بالتفصيل. وكمان شوية هقول لك ازاي تبيع اي دهب انت تلاقيه وتحوله لفلوس في اللعبة. هيديك ايه بقى؟ هيديك بقى بالصورة كده، هيديك السبائك الدهب اللي هنشوفها دي، يعني كان نقط كده عشان نشوف اهو 3 سبائك دهب، 3 سبائك دهب في التمثال اللي في النص، طبعا هيفتح لك اهو. Hello again. سابعا تاجر الممنوعات، في ناس كتير جدا مش بتاخد بالها من الفنس او التاجر اللي بيبيع ويشتري اي حاجة ممنوعة او مش ينفع تشتريها من المحلات العادية. عندك التاجر العادي اللي بتلاقيه في اي مدينة هو الستور العادي خالص، وعندك بقى الفنس ده اللي علامته كده اهي، زي دي كده في الخريطة زي ما انت شايف، وبتلاقيهم دايما متطرف عن المدن، ده طبعا عشان هو بيبيع حاجة ضد القانون. فانت بقى لو سرقت اي حاجة او لقيت ذهب او اي حاجة، الذهب اللي انت خدته من الاخاذ مثلا، تقدر
تروح وتبيعها له، او كمان ممكن تشتري منه حاجات حلوه مش ينفع تشتريها من البياع العادي زي المولوتوف والديناميت والفاس والسكاكين اللي بتترمي والى اخره بقى. فانت بقى روح له وخد لك بصه كده الحاجات اللي بيبيعها. وبرضه الراجل عاوز يسترزق وبرضه عنده عيال وبيصرف عليهم، فيا ريت مش تنساه ونفعه باي حاجه وباللي تقدر عليه. وصدقني المولوتوف والديناميت من عنده ايه الماظ، هتضمن عليهم من اول ما تشتريهم ومش هتعرف تكمل اللعبه الا وانت ماشي ومعاك ديناميت ومولوتوف بتاعتك. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب، يا رب. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. ثامنا المهمات الجانبية. يا جماعة اللعبة دي عظيمة في كل حاجة فيها، وعشان كده أنا وجيمرز كتير جدا شايفينها أعظم لعبة في التاريخ. وحتى المهمات الجانبية اللي أول ما بتسمع سيرتها تحسها مهمات تعبانة وتسليك زي ما بتشوف في معظم الألعاب اللي مش بتهتم بالمهمات الجانبية بتاعتها. ولكن على العكس تماما ردت واحدة من أكتر الألعاب اللي مهمتها الجانبية مش تتفرق خالص عن مهمتها الأساسية، وبتقدم عظمة فيها بجد. يكفي بس أقولك إن أكتر مهمة الجيمرز بيقتبسوا منها كلام مؤثر للعظيم أرثر مورجان هي أساسا مهمة فرعية. فعشان كده أنصحك تلعب كل المهمات طبعا وتهتم بيها سواء كانت جانبية أو أصلية، كله زي بعضه وبيقدم عظمة، ولأنك هتفوت على نفسك متعة كبيرة جدا جدا جدا. بس خلي بالك من نقطة، إن معظم المهمات الجانبية بتظهر ليك لما تعدي قريب من المكان اللي فيه المهمة، فعشان كده لازم تستكشف اللعبة كويس جدا عشان تلعب كل المهمات الجانبية، وده اللي هنتكلم فيه في النقطة الجاية. Take a gamble that love exists and do a loving act. On board. تاسعا استكشاف العالم. لسه قايل من شوية اللعبة دي عظيمة قد ايه في كل الجوانب بتاعتها، ومن الحاجات دي طبعا العالم المفتوح العظيم بتاعها ده اللي مش مجرد بس منظر وجرافيكس وخلاص، لا 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 لا، ده عالم نابض بالحياة وبيتفاعل معاك في كل حاجة. فتلاقي عندك ألغاز تحلها وكنوز تدور عليها وناس تكلمها ومهام جانبية عظيمة جدا. مجرد ان تعدي في مكان معين تلاقي علامة سترينجر او علامة بيضة كده على الخريطة تعرفك ان في مهمة هنا ممكن تخشها، وتبدأ فرع كامل من المهمات زي الراجل اللي رحت تصطاد معاه ودخلت معاه في كذا مهمة صيد وكانت حلوة جدا، مهمة الراهبة طبعا اللي مش هينساها ابدا، والقرية المنعونة اللي فيها سحر وغيرهم كتير. فيستحسن بقى تعود نفسك بعد كل كام مهمة تعملها مع العصابة من المهام الرئيسية للعبة انك تروح تستكشف العالم ده بتفاصيله الجميلة جدا عشان تفصل شوية من المهمات الأصلية وتنسجم كده ايه مع الطبيعة، وصدقني هتستمتع جدا 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 جدا. I've got it. I've got it. Yes. ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل المنيا وناسها الحلوين يا ليل يا ليل. وبس كده دي كانت نصيحتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استمتعتوا معانا واستنونا في الجزء الثالث اللي هينزل قريب بإذن الله. ولو انت لسه مشتركتش معانا هنا في القناة يا ريت تنزل تشترك لأن ده بيدعم جدا ومفيد جدا في عالم تقديم المحتوى، فأتمنى منكم الاشتراك والدعم، وشكرا مقدما وشكرا على المشاهدة.